مشايخ الصحوة وصناعة الإرهاب العالمي. عندما نشاهد مظاهر العنف والإرهاب والتكفير والخروج على ولاة الأمر عن طريق المظاهرات والاعتصامات والدعوة إلى التمرد على الأجهزة الأمنية وسفك الدماء، يتساءل الكثير من أبناء المجتمع: من الذي حرض على ذلك؟ من الذي غذى هذا الفكر المتطرف؟ من المسؤول عن تمرد أبناء المجتمع على ولاة أمرهم وعلمائهم؟ من الذي أوصل شباب الأمة إلى هذه الحال؟ من الذي جعل دماء المسلمين رخيصة؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة المهمة نعرض لكم الأسباب التي أدت إلى ما سبق، وذلك من خلال حصر بعض التغريدات التي طرحت في تويتر، والتي تشكل في مجملها أحد أهم عناصر الإرهاب والتطرف في بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة، وذلك على النحو التالي: تحريض محمد العريفي ومحاولة استفزازه للمجتمع السعودي حول قضايا الموقوفين أمنيا والعاطلين عن العمل، قيام عبد العزيز الطريفي بإطلاق أحكام التكفير دون أي تفصيل وبيان وإيضاح، تبرير محمد العريفي للمظاهرات ضد الحكومة الكويتية معتبرا أمير الكويت غير جامع لشروط الولاية، تحريض عوض القرني على الحكومات العربية متهما إياها أنها تحارب شعوبها لأجل حماية دولة اليهود، يوسف الأحمد معتبرا الاستعانة بأمريكا لدفع شر تنظيم القاعدة عن المسلمين وبلادهم ناقضا من نواقض الإسلام، إبراهيم الفارس متعاطفا مع التكفيري وليد السناني الذي كفر ولاة أمرنا ورجال أمننا واتهم علماءنا، وهذا يوسف الأحمد متعاطفا أيضا مع التكفيري وليد السناني ومدافعا عنه، يوسف الأحمد متعاطفا مع الخارجية التكفيرية ميت طلق، وهذه ميت طلق التي تعاطف معها يوسف الأحمد تنادي بتعلم قيادة السيارة لأجل القيام بالعمليات الانتحارية في المملكة العربية السعودية، وهنا ميت طلق تكشف عن خططها وتنادي أيضا بتعلم قيادة السيارات لأهدافها الخبيثة، وهذا عبد العزيز الطريفي محرضا على الاعتصامات بمصر لأجل حكومة تنظيم الإخوان المسلمين المقالة، وهذا عبد الكريم بكار محرضا على المظاهرات في مصر لمؤازرة حكومة تنظيم الإخوان المسلمين، وإن كلف ذلك الكثير من الضحايا وأزهقت بذلك الأرواح، وهذا إبراهيم السكران محرضا على الاعتصامات ومدافعا عن الرئيس الإخواني المقال محمد مرسي، وهذا عبد العزيز آل عبد اللطيف يصف حكومات الخليج بالطواغيت لدعمهم الحكومة والشعب المصري بعد سقوط حكم الإخوان المسلمين، وهذا عبد العزيز الطريفي معتبرا مواجهة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر حربا على الإسلام، وهذا علي العمري محرضا الشعب المصري على قتال بعضهم بعضا بحجة الدفاع عن شرعية حكومة تنظيم الإخوان المسلمين، وهذا خطيب جامع سابق ينادي بالقتل عن طريق القنص لأجل حكومة تنظيم الإخوان المسلمين المقالة، وهذا طارق السويدان محرضا على القتال وإزهاق الأرواح لأجل حكومة تنظيم الإخوان المسلمين المقالة، وهذا التكفيري حاكم المطيري مناديا بقتال السيسي، نبيل العوضي محرضا على القتال لإرجاع حكومة تنظيم الإخوان المسلمين المقالة، وهذا عصام العويد مناديا بالمجازر وإزهاق الأرواح لأجل حكومة وتنظيم الإخوان المسلمين المقالة، وهذا محسن المطيري يعترف ويقر بأنه كان على محمد مرسي الإخواني المقال أن يقوم باغتيال خصومه أثناء توليه الرئاسة المصرية. وفي الختام، وبعد عرض جملة من التغريدات، تبين وبما لا يدع مجالا للشك أن هذه التغريدات وأمثالها هي المغذية للإرهاب العالمي من تكفير واغتيالات وخروج على الأنظمة الحاكمة المسلمة والتمرد على ولاة الأمر والأجهزة الأمنية
وتسفيه العلماء، وما نراه اليوم في مصر وفي السعودية والكويت وتونس واليمن وليبيا هو نتيجة حتمية لمثل هذه التغريدات وأمثالها. وأصحاب هذه التغريدات وأمثالها هم من يدعي اليوم عبر وسائل الإعلام الوسطية، وهم من يبادر بإنكار العمليات الانتحارية من تفجيرات واغتيالات وتكفير للحكومات. قال العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدعاة الذين يحرضون الشباب على ولاة الأمر وعلى العلماء، هل ينطبق عليهم حديث أنهم دعاة على أبواب جهنم؟ طبق عليهم أنهم خوارج، وأنهم يدعون إلى ضلالة، من دعا إلى ضلالة كان عليه إثمها وإثم من عمل بها. نعم. مجموعة نايف بن خالد الإعلامية، بيان الحقيقة هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.